أهلا بيكم في قناتي قناة وصفة من دهب. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض وصفتين للفول، تختاري أي واحدة فيهم من جمالهم بمكونات بسيطة ومتوفرة وبطريقة مفيش أسهل من كده. هنقدم الفول بالبيض بطريقة مختلفة وبطعم ممتاز جدا، وصفة متواضعة تنفع معاكي لكل الوجبات. والوصفة التانية للفول هي الفول بالخلطة. هنعرف مع بعض المكونات اللي بيضيفوها في المطاعم وبتخلي ريحة الفول جبارة وطعمه غير اللي بنعمله في البيت. وهنتبل الطحينة بتوابل بسيطة هتزود جمال الفول جمال. اوعدكم بفول بالخلطة وفول بالبيض مفيش احلى من كده. يلا نبدأ على طول في وصفتنا. دول 4 كوبايات من الفول، انا عيرتهم بالكوباية علشان اقول لكم المقدار بالظبط. ممكن تدمسيه في البيت وده يكون افضل، وممكن تشتريه من بره، وممكن تجيبيه علب. المهم لو هتجيبيه علب يكون فول بدون اي اضافات. لو حابة تشتغلي على الحبة بحبتها كده مفيش مشكلة. حابة تهرسيه زي ما انا هرسته كده وتنعميه علشان يبقى زي الفول بالخلطة بتاع بره بالظبط يبقى تمام قوي. في طاسة بقى على النار هنبتدي نعمل الفول بالخلطة. هحط في الطاسة حوالي 6 7 معالق كده من الزيت، والفول بالخلطة لازم يتعمل بالزيت. وهضيف عليهم بصلاية صغيرة مبشورة، وهحمرها كده تحميرة بسيطة لحد ما تاخد اللون ده، مش عايزينها تغمق خالص. وهضيف عليها كوباية الا ربع من الفلفل الملون، لو مش متوفر الفلفل الملون ممكن نحط نوع فلفل واحد بس، تمام، متقطع مكعبات. و3 فصوص من الثوم وسط مفرومين هنحطهم كده مع الفلفل والبصل، ونقلب حلو قوي. واول ما ياخدوا لون بسيط كده هنبتدي ننزل بكمية الفول بتاعتنا ونقلبهم كده كلهم مع بعض كويس قوي، تمام. وبعدين نتبلها بملح وشطة وكمون وفلفل اسود، الملح حسب الرغبة، والشطة والكمون والفلفل الاسود نص معلقة صغيرة من كل واحدة. وبعدين هنزل عليهم بنص كوباية من المية واقلب كده، واول ما تعمل البابلز اللي بتعملها دي اللي هي الفقاقيع دي، خلاص هطفي عليها وكده يبقى الفول بتاعنا جاهز. هخليه بقى على جنب وابتدي اجهز الطحينة بتاعتنا. دول حوالي 4 معالق كبار من الطحينة البيضة، والطحينة برضو حسب رغبتك، ممكن تقللي ممكن تزودي براحتك خالص، المهم ان هما معلهمش اي اضافات. ودي معلقة صغيرة من الخل الابيض، ومية على حسب ما هنحتاج للطحينة. وعندي هنا التوابل ملح وفلفل اسود وشطة وكمون، انا حاطة نص معلقة صغيرة من كل مكون، تمام. هبتدي بقى اضيف التوابل والخل والمية، هزودها واحدة واحدة. انا حطيت هنا حوالي ربع كوباية، وهقلب كويس قوي. ولازم الطحينة تقلبيها كويس قوي، لان كل ما بتقلبيها كل ما بتتقل معاكي. وعلشان نحضر الطحينة بتاعت الفول بالخلطة يبقى لازم تكون سايلة، ما تكونش ماسكة نفسها، يعني شايفين وانا برفع المعلقة لسه محتاجة شوية مية كمان. لما هنوصل بالقوام اللي انتوا شايفينه ده مش هنحط مية تاني، اللي هو ولا سايلة قوي ولا ماسكة نفسها قوي، تمام. هنخليها بقى على جنب، ونبتدي بقى في طبق التقديم. لو عايزة هتحطي في صينية علشان تقدري تسخني الفول بعد شوية لو فضل منكو ولا حاجة، يبقى هتحطي على طول في حاجة ينفع تسخني فيها، تمام. هنبتدي بقى نفرده كده في طبق التقديم، ونبتدي نحط على وشه الخضرة دي. انا عندي هنا فلفل الوان اصفر واحمر واخضر وابيض، وعندي معلقتين كبار من الجزر المبشور. اللي عندك ومتوفر وحابة تحطيه حطيه، بس ده اللي بيتحط على الفول بالخلطة. وعندي هنا طماطم وخيار مقطعاهم مكعبات. هقلب بقى كل السلطة دي مع بعضها كويس قوي، وهخليها وهبتدي انزل بالطحينة الاول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على وش طبق الفول. هتبقى معاكي زي اللي بتشتريها من بره بالظبط. هتوزعيها بقى بالمعلقة بالشكل اللي انت شايفاه ده علشان يبقى كل مكان في الطبق فيه طحينة. وبعدين هنزل كده برشة بسيطة من الزيت علشان يبقى الطبق بتاعنا بيلمع كده، وطعم الزيت طبعا لا غنى عنه في الفول بالخلطة. وبعدين هنزل بالسلطة اللي انا عملتها بأي شكل بقى انت بتحبيه، عايزة تقدميه لأهل بيتك بيه. وبإضافة السلطة كده خلص معانا طبق الفول بالخلطة. طعمه بقى في منتهى الجمال، شكله وريحته كل حاجة شبه بتاعة المطاعم وأحلى كمان. يلا بينا بقى نعمل الفول بالبيض. في طاسة بقى على النار هننزل بأي مادة دهنية، الفول ده ممكن تعمليه بالزيت أو بالسمنة أو بالزبدة. هضيف عليهم 3 فصوص من الثوم وسط مفرومين. وأنا جبت هنا عودين كده من الشبت، وده اختياري، عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة تحطيه براحتك. هقلبهم كده مع الثوم، وأول ما الثوم ياخد لون بسيط هنزل ب3 معالق كبار من صلصة الطماطم. ولو مش عندك صلصة وعايزة تستخدمي الطماطم هتبقى كوباية من عصير الطماطم.
وهبتدي اتبلهم بملح وشطة بس. لو حابة تحطي اي اضافات تانية مفيش مشكلة، بس انا بحبه بالتوابل البسيطة دي وبس على كده. هقلبه بقى كده مع الصلصة لحد ما الصلصة تبتدي تشكشك زي ما بيقولوا او تتسبك. اول ما بتتسبك بالشكل ده هبتدي انزل بكمية الفول اللي عندي اللي هي تعتبر كوبايتين كبار. هقلبهم بقى كده مع الصلصة، ويبتدي بقى كده ياخدوا من طعم بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهسيبهم على النار شوية. اول ما يبقبقوا كده زي ما بيقولوا او يشكشكوا كده، هطفي عليهم وهيبقى جاهز معايا. الفول بقى بالبيض لازم نكونوا مجهزين صينية تخش الفرن. انا هنا جبت البايركس بتاعي، وزعت فيه الفول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي اعمل حفر بسيطة كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين علشان انزل فيه البيض. والبيض على قد افراد اسرتنا والكمية اللي انت حباها، مش مشروط بيض بكمية معينة يعني. هبتدي بقى احط البيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واتبله بالملح والفلفل الاسود. وعلشان وشه ما ينشفش في الفرن، هحط على وشه رشة كده من الزيت. وهدخله على فرن حامي على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة أو على حسب ما يستوي البيض. وهنشغل الشواية وهنشغل الفرن من تحت عادي خالص سوا، زي ما بتسوي أي حاجة. لو حابة البيض ما يغيبش معاكي، عايزة تفتحي الصفار كده تنكشيه بالشوكة حاجة بسيطة علشان ما يغيبش معاكي في السوا، تمام. عايزاه عيون يبقى هتسيبيه زي ما هتحطيه كده في الفول، وهتسويه لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. احلى طبق فول بالبيض ممكن تكوني دقتيه في حياتك. والفول بالخلطة يا جماعة لو جربتوه مش هتشتروه تاني من بره، وهتعتمدوا الطريقة دي وهتعجبكم جدا بإذن الله. ان شاء الله تجربوا الوصفات وتعجبكم وتقولي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشيروا الفيديو لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع ألف سلامة.